السلام عليكم شباب، ربي يوفقكم. اخوان، هاي لاهل المفاقس اللي دائما يقول بيض ناعم او بيض خشن او بيض مفطور. اخوي الغالي، بيض الخشن لا تخليه زايد خشن، بيض الناعم زايد هم ما نصحك تخليه بالمفقس. يعني وخرهن هسه هنا فتقحط وخرهن، اما يطلع كتكوت ناعم، اما مرات ما يصير واما يطلع كتكوت ناعم. هاي نقطة ثانية، اكو عالم تقول لي انا اعقم المفاقس، دائما اعقم المفاقس وكذا وكذا. اخويا، تعقيم المفاقس هاي يرجع لك الك. باي مادة تعقم عقم، لكن اكو فد شغلة خليها ببالك. اذا انت الحلال مالتك وتعرف البيض مالتك ما ملوث، انت تعرف البيض ما ملوث ما مشتري. هسه اني بيض ما اشتري، فقط البيض مالتي. فايش راح اسوي هنا؟ ما يحتاج اعقمه كل مره اعقم. ليش؟ لان بيضي انا اعرف دجاجي ما يحمل فيروسات، ما يحمل بكتيريا هواي، لكن اعرف بيضي نظيف، فما يحتاج اعقم بين فتره وفتره المفاقس. وكلش طبيعي، عماتين كل اشكال، كل تفقيسه اعقم واحد هم ما بيها اشكال. بس اخواني البارحه واحد جدل وياي قال لي لازم تعقم، قلت له لا حبيبي، انا مو لازم اعقم، انا مو اليوم والبارحه، صار سنوات افقس. والحمد لله والشكر رب العالمين، رب العالمين طارح البركه وشايفين الخير، الحمد لله والشكر رب العالمين. قولوا ما شاء الله يا شباب، والله يوفق الجميع ان شاء الله. تحياتنا لكم شباب، رب يوفقكم.